السلام عليكم ومرحبا بكم في قصة جديدة. نتمنى تكونوا كاملين بخير وانتوما كتستمتعوا بهذه القصة. بطولة هذه القصة نسرين وئام وبلال ولؤي. هذه القصة فيها بزاف د الحوايج تعجبوكم: دراما، تحدي، الحب، المعاناة والمشاكل الاجتماعية. اش نقول لكم، قصة فنيونة واكيد غادي تعجبكم. يلا خبطوا لايك وبسم الله نبداو على بركة الله. هي اللي كانت واقفة قدام بلاكارها كتختار الملابس اللي غادي تلبس بمناسبة لقاء العمل اللي عندها اليوم، وما عرفاش اش غادي تلبس، واش الكلاس ولا العصري. بقات واقفة كتبركم والخاطر ما عندهاش فاش غادي نلبس عباد الله، ما رشقاش ليا، لكن خاصني نخدم باش نيت انا البيرو ديالي ونحقق حلمي. بقات تفكر حتى قررت اخيرا تلبس سروال كلاس في النوار مع لافيس ديالو. لبست حذاء عالي، جمعت شعرها على شكل شفنجة ومشات تقاد مكياج بسيط. تدخلت عليها امها هازه كاس العصير، قالت لي بنتي صباح الخير، يلا هاكي فطري باش تمشي تخدمي. لا ماما ما رشقاش ليا، في القلعه وقلبي تيدق، خفت غير ما نتقبلش. قالت لها وايلي على بنتي رفضوها، انت راكب خبيث غير لسانك يخليك تكوني محاميه ناجحه، يلا اجي تفطري. قلت لها واخا ما فيش ماما، ما نخسرش لك خاطرك. مشات خدات منها كاس عصير، شربته في خطرة وهزت ساكها وشافت فمها. يلا ماما دعي معايا انا نمشي لندخوتيا ويا ربي قبلوني. قالت لها ربي يعاونك يا بنيتي. مشات كتجري امها كتدعي من الله باش يقبلوها وتحقق حلمها وتكون محاميه كبيره. شدت الطاكسي ومشات مكتب المحاماه وهي قلبها تيرفرف. غير دخلات لقات بزاف البنات مجاو من اجل لقاء العمل. بقات تشوف فيه متوتره. يا لطيف، هادو كاملين جاو على نفس الخدمه، اش هاد المصيبه، باين غادي تقبلوا وانا لا. بقات واقفه كتشوف فيهم وحده وحده، وهما كل وحده نستيك في الاخرى. اش منك يا لبس ويا زين، غير ملامحهم تيبينوا شحال واثقين من راسهم، باينه غادي يخدموا عن طريق الواسطه. فيقاتها السكرتيره من شرودها، لا عيطت لها بصوت هادي: مادموزيل وئام تفضلي. قلت لها ها واخا شكرا. دخلت المكتب ولقات المحاميه جالسه على الكرسي لابسه نظاظر وباينه جديه. قالت لها تفضلي يا انسه. قالت لها شكرا. قالت لها قولي لي اسمك بالكامل. قالت لها سميتني وئام. قالت لها مزيان، علاش بغيتي تخدمي في مجال المحاماه؟ قالت لها واش نقول لك، بغيتي بالصراحه؟ قالت لي بغيت الصراحه. قالت لي انا تعجبني ندافع عن الحق، من صغري ديما كنحل مشاكل بنات الحومه وكنوقف مع الحق. المحاميه ضحكه ضحكه خفيفه: وعندك تجربة في هذا المجال ولا حتى شي حاجة عندها علاقة بالمكتب، ملفات، زبناء، هاد الأمور؟ قلت لي عندي تجربة كبيرة، خدمت مع واحد مول حانوت، كنت كنسجل كريدي وكنحل مشاكل الحومة كاملة، والله حتى كنت كنصالح العيالات اللي باغيين يطلقوا وكنمنعهم انهم يطلقوا. المحامية شدت راسها بشوية. هذه ماشي التجربة اللي كانت كتسنى، لكن عجبها الأسلوب ديالها الصراحة. قلت لها واخا، وشنو نقاط القوة عندك؟ قالت لي كنعاون الناس، كنسمع ليهم، ما كنكذبش وكنخاف من الله. وقالت ليها وانا خفيف الضحك، كنضحك مع الناس، كنعاونهم يخرجوا من الضغط ديال العمل. المحاميه رجعت له لكرسيها وبقات كتشوف فيها بتركيز. قالت لها شوف يا وئام، انا عندي مكتب شويه صعيب، عندي قضايا ثقيله والناس كيجيو معاهم مشاكل، خاص شي حد صبور ومنظم وما يتقهرش من الروتين. قالت لي هاد الضغط ماشي مشكل، غير قولي نخدم ونوض نطير. المحامية مبقاش قادة تحبس الضحك، ضحكات، لكن رجعت الجدية ديالها. قالت لها وئام، غادي نكون واضحة معاك، عجبتني شخصيتك وغادي نعطيك فرصة تجربة لمدة أسبوع. إذا قدرنا نتاجمو غادي تعملي معنا، تخدمي معايا بشكل رسمي. وئام قلبه بدا يدق وعينيها ولاو تيشعلو، وخرجت غير كلمة واحدة: واو واش بصح، شكرا بزاف. قلت لها بداي نهار الاثنين مع 8 وما تجيش متأخرة. قلت لها لا، غدا نجي قبل منك، يمكن نكون حتى مع الفجر. قالت لها نتمنى. وقفات جمعت الساكا وشكراتها بزاف وخرجت من المكتب. غير اش خرجت برا دارت واحد الصرخه فرحانه، قالت لها واخيرا غادي نولي محاميه، شكرا لك يا ربي، شكرا بزاف. شدات الطاكسي وخرجت جري من المكتب وهي راشقه ليها. وصلت لدارهم ناشطه، احلت لها امها ويتعنقها: الحنانه وباركي لي، انا تقبلت في المحاماه وغادي نخدم محاميه كبيره ماما. قلت لها بصح بنتي هي ندير الزرده
وئام شافتها وضحكات. اكيد دير الزرده، خلينا نفرحوا. لكن بلا لا شويه ماما، مازال ما شديت بلاصتي، غادي ندير غير ستاج، خليتها ناخدو اول خلصه ديك الساعه، علم الجيران وناس الحومه. لاله خديجه هزت عينيها بنتها وفهماتها. واخا بنتي، انا كل اللي تيهمني هو انت تخدمي وتهزي راسك وتحد ما يتبعك بالعين. المخير في بنات الحومه ما قرات بحالك ولا زينه بحالك. ربي بيض سعدك ونشوفك عروسه. بقات تسبل عينيها. ايوا ربي يعطيني غير الزهر في الخدمه ماما. الراجل دابا ما معمرش ليا عينيا. دابا انا باغا نخدم ونحقق حلمي. المهم مهمتي انا داخل نرتاح، والعشيه نخرج نحتفل مع صحباتي. قلت لها واخا بنيتي، سير نشطي ومالو، وانا نخرج نتغدى لكم باش غدا ندير لكم رفيسه. دخلت راشقه ليها في بيتها، رمات صاكها وجلست كتحلم تكون محاميه كبيره، تاخد قضايا ديال بنات الشعب وتدافع على حقها من طرف الرجال حقاره. تسرحت فوق سريرها وبقات تحلم براسها كترافع حتى دات عينيها ونعسات سويعات قلال. وفي العشيه خرجت وئام مع صحاباتها اللي كلهم موظفات يتكونوا من منال معلمه، كنزه ممرضه، ودا سكرتيره احد الشركات. قالت لهم البنات غادي تهلاو فيا ياكو، انا يلا غادي نخدم، فلوس ما عنديش. منال قالت لها انت ديما طلبي، لكن بسيطه، طالما تقبلتي غادي نخلص عليك قهيوه. كنزه قالت لها وانا ناخذ لك لبسه. هدى قالت لها اما انا ناخذ لك شي بارفان باش تطيحي لينا شي كليان ونفرحوا بيك. قالت لهم لا انا ما كنفكرش في الزواج، انا باغا ناخذ تجربه ونكون محاميه ونعاون كاع الناس المضطهدات من طرف ادم. قالت لها كنزه مساكن مساكن هاد الرجال، بديتي الحرب عليهم. ضحكات وغمزاتهم. غادي نفرجكم فيهم، يلا جي نتقهواو. مشاو معاها شي كافي، قلتو تيشربوا قهوتهم وهي كتشرب قهوتها بهدوء وفرحانه، حيت غادا تخدم وتحقق ذاتها وتقف مع بني جلدتها ضد مكر ادم اللي دمر المراه وطيح بكرامتها الارض. نقربكم شويه من البطله ديالنا، سميتها وئام، عندها 22 عام، زوينه، شعر حريري وطويل، العينين في المارو ومشفرين، البشره بيضاء اما الطاي طويله والهضاب باينين. تشوفها تبقى حال فمك فيها، لكن القلب والشخصيه ربي العالم بيه. باها تخلى عليها هي واختها، وهما يلا عندهم 4 سنين. طلق امهم وهرب عليها بلا ما يعطي حقها ولا حق الوليدات. هرب وتزوج بغيرها، ولد معها ولدات اخرين، وهي حيت بنت الناس وبنت الاصل ما دعاتوش على النفقه وما دخلاتوش الحبس. هزت بناتها بسنانها، خدمات وعرقات، تقراتهم وكبراتهم، وفاش كبروا كرهوا الرجال وما يجي منهم. تفكروا في حاجه وحده، هما يعوضوا امهم ويحققوا حلمهم، وما يفكروش يتزوجوا نهائيا، حيت الرجال في قاموسهم فقط اندال، ما يستحقوش بنات الناس. بقات تشرب قهوتها ومجمعه مع البنات. تمت جايه اختها اللي صغر منها، لابسه جين مطرطق مع تيشورت قصير وجاكيطه وطلقه السالف في الصفر ومهليه في راسها لدرجه كان الاعين عليها. قربت منهم هي كتضحك. هاي بنات لاباس عليكم؟ قالت لي اختي هلين فين كنتي ضايعه؟ قلت اش غنقول لكم، كنت كنتسركل وصافي، خرجت من لافاك مالنا قلت ندور. قالت لي يباركي ليا نهار الاثنين غدا نخدم عند واحد المحاميه خطيره وغادي نولي وئام المحاميه. نسرين تبسمات. يا مبروك عليك اختي، عرفتي انا فرحانه لك اللي حققتي حلمك وغادي تكوني محاميه المظلومات. قلت لها عقبالك تاخذي تاتي لا ليسونس ديالك وتكوني حتى تنتي مديره الشركه. قلت لها في حياتك حبيبه، يلا خلينا نحتفلوا، اش ظهر لكم نمشيو الديسكو نشطحوا ونعيشوا. قلت له ويلي حماقيتي. قلت له بليز خلينا ننشطوا ونعيشوا ونساو الهم، اش قلتوا البنات؟ قالت له واخا صافي، لكن ممنوع الشراب ولا الكارو. قالت له ويلي الا الموبقات اختي، حنا بنات عائله ولا البنات ضحكوا غمزوها. قالت لي منال طبعا يلا نمشيو. بعد شويه وصلوا البنات للديسكو اللي كان عامر غير بشكون. ويام قالت له ويلي شاد المسخ، وشاد كثرت عباد الله، انا بعدا ما داخلاش. قالت له منال انا اختي انا داخله نكتشف هذا المكان، كنت سمع به غير في المسلسلات، خلينا ندخلوا نشوفوا. قالت له واش عرفتي دخله بشحال؟ راه نص الصالير ديالك كبيده. نسرين بقات تشوف فيهم بغمزه. انا غادي ندخلكم فابور، غير زيدوا معايا. قالت له شوفي نقول لك انا باغاش نغسل الماء، ما باغاش نتكرفص، انا راه محاميه كبيره. نسرين قالت لها وانت مازال ما وليتي محاميه فاضحانه وبازلك. كنزه قالت لها يلا ورينا اش غادا ديري، نشوف واش ندخلوا ولا نرجعوا منين جينا. قالت لهم تبعوني. دفعت جبهة وتمت غدا جيت سيكيرتي اللي طوال ومقلمين، هزت عينيها فيهم بغمزة.
انا سحر حبيبه لؤي دايره معاه هنا، وجبت صحاباتي معايا، شحال غادي نخلصوا؟ هز عينو فيها مزيان وتفكر كلام مسيو لؤي اللي وصاه على صاحبته، لكن نسى على سميتها. ماشي مشكل، نتوما ضيوف مسيو لؤي، تفضلوا. دخلت هي الاولى وتبعوها البنات اللي تصدموا ما فهموا والو، لكن اكيد انها عارفه اش كدير، وهي اصلا ماشي سحر، واذا عرفوها ماشي سحر مشات فيها. دخلت نسرين كتعوج، مشات لشي طابله جلسات، تلحقوا عليها البنات. وئام قالت لها انت غادا تخرجي علينا، انت شكون لؤي؟ قالت لها بيني وبينه شي حساب. جلسي وما كاينش مسافر. جلسوا حداها وتدوروا في عينيهم، جات النادله وقفت عليهم. اش حبوا تشربوا؟ قالت لها جيبي لنا كوكتيل عصير وشي عشاء خفيف. قالت لها واخا مرحبا. منى قالت لهم انا مخلوعه على البنات، خفت نحصلوا، انت شكون لؤي واش صاحبك؟ قالت لي لا انا ما كنتصاحبش، هذاك صاحب واحد البروشه في لافاك، حاسه براسها هو اكثر منها، وحيت انا ما كنساش دقتي رديت لي الصرف. هاي شنيتي الحرب عليه؟ واش دار لك؟ هزات كوكتيل عصير كتشرب فيه فقصه. داكشي بعيد عليكم، تعشاو وخلينا ندوزو وقت ونهربوا. قالت لها وئام الله يحفظ منك. شات في هذيك الشوفه ما تخافيش زعما، وغير تلقات الموسيقى الغربيه وهي تنوض تشطح على انغامها وناسيه العالم كله، ومصدومه فيها اختها. ما عرفاش منين كتجيب هاد الزعامه وهاد القوه الشخصيه، على غيرها هي اللي شويه شخصيتها هاديه وما عزيزش عليها المشاكل. ما قالت لهم البنات تعشاو وخلينا نوضوا، راني ساين غادي دينا شي مشكل. وئام قالت لها شويه ونوضوا، ريلاكس، ما غادي طرا والو. بعد دقائق تم داخل لؤي اللي كان داخل مغوبش وعيني فيهم شرارة غضب، وحالف البنت اللي استغلت اسمه دخلت بالكذوب. قال لي فين هي؟ جبدوها ليا. سيكيرتي قال لي واخا مسيو انا غادا نجبدها. هي اللي كانت كتشطح غير شافت لؤي داخل مشات جري تخشات في الدوش وكتبت ميساج لختها. وئام هربي 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 انت والبنات، صاحب دعوتي رجا. وئام غير قرات الميساج من هنا نصها طاح، ومع خوافه صافي بدات ترعد. قالت البنات اجيو نخرجوا قبل ما نحصلوا. قلت لها مانر كيفاش؟ واش داك صاحب اختك بان؟ قالت لها ماشي وقت الهضره. خرجت هي والبنات تيتسلتوا حتى خرجوا من البحر ومشاو تخباو في السياره. وئام بدات تنهج، اوف تسلكنا يا اختي سلكنا، ناري هادي والتوبه عمري ندير راسي في اختي. كنزه قالت لها صوني عليها، فين شوفي فين هي، عندك تكون حصلات. قالت لها يا ربي ما وقع ليها والو. هزت تليفونها وهي اتصل بختها اللي كانت مخبيه في الدوش. يلا بقات تجاوبها حتى دخل واحد من السيكيوريتي تيقلب عليها في الدوش. هنا صافي رجليها خواو عليها وبدات تولول، ناري امي انتي مشيت فيها شتاني، اش نكذب عليه ولعب معاه، واش هو ديك اللعب؟ بقات مخبيه وحاطه رجليها فوق كرسي الطواليت حتى دار هو التفتيش في كاع الطواليطات، ومني ما لقاهاش مشى قلب في كونت اخر. اما هي بقات واقفه تبان ليها خرج. دخلت شي بنت سكرانه وهي تخرج، غير هزت عينيها جاتها فكره خطيره، ومالو نديرها نعتق راسي، يا ربي تسمح ليا. قلبت من البنت اللي دايخه، شافت فيها بتلاعب. حبيبه نتبادلوا الحوايج، عجباتني كسوتك وتحت الشعر اللي مركبه، تبغي تسلفيني؟ قالت البنت قالت لها اوف، لكن تعطيني فلوس ياك؟ مازال ما كملاتها طاحت سكرانه وشاده في راسها اللي داق عليها. هنا قربت منها، حيدت ليها لاغوب دغيا وحيدت جين وتيشورت وبدات تلبس ليها الحوايج بزز وهي كتركل وسكرانه. ما لبست ليها السروال تاع صباتها. قربت من البيرك حيداتو ليها، قالت لها اري ليا هذا محتاجاه حبيبه. حيداتو ليها وتقابلت مع المرايه كتجمع شعرها، عاد ضربتها بشي تعكيره فعلا تاركه. هزت الساكه وخرجت، خلات البنت مغيبه من اثر الكحول. خرجت برا، بقات تقلب عليه بعينيها، تبان ليها واقف مع ليكار ديالو وبين عليه معصب وهي تبتسم وغمزاتو. جا ليها هز عينو فيها حتى لو ما تسوقش ليها حيت كان برطط ومشغول بزاف ما مساليش يدير شي علاقه. هز عينو في الرجال ديالو قال لهم لقاوها لي دابا. اما هي خرجت حتى حد ما عرفها حيت كانت متنكره، والسكيرتي تيقلبوا على الشهبه اللي دخلات بتجين وطالقه السالف الطويل، ماشي اللي خارجه بكسوه حمراء وشعر قصير. مشات تجري عند البنات، خشات الطوموبيله وهما تيشوفوا فيها ما عرفوهاش. قالت لها منال سوقي راه هربت منه غير بالحيله. قالت لها هذا انتي؟ ويلي كيف درتي ليها؟ هي ضحكات سلم هنا يلا طلقونا. منال حركت سيارتها وطارت من تما. خلت نسن حيدت الشعر المستعار وبدات تضحك. ودابا قلب عليا الكدار، انا لعبت بيه كيف بغيت وقول رباتني مرا. اما هو بقى تيقلب عليها هو بالرجال ديالو لدرجه مشاو جهه الكاميرات وبداو تيتفرجوا على الشريط
الفيديو من وقت دخلت نسرين البار حتى وقت اللي خرجات. اش هادشي؟ شفتها ما خرجاتش، واش تاكدتي من الطواليت؟ قال لي تاكدت، لكن فاش دخلت واحد البنت خرج. حكى لحيته بعصبيه. دابا هاد البروجه غلباتكم، اخر مره ندخلوا شي حد من طرفي، انا اللي بغيت ندخل شي وحده غادي ندخلها معايا. قال لي واخا مسيو، غلطت وما غاديش نعاود نغلط بحال هاد الاغلاط. بقيت تفرجت، بانت لي شي بنت خارجه من الدوش، ولكن ماشي بهيئه البنت اللي دخلات، وما عنده سرعه التركيز فهم الطايره وغبش فيهم. طيروا للطوايط تشوفوا شكون فيه. مشاو تيجريو لجهه الدوش، وبقى مراقب الكاميرا تيتفكر البنت اللي غمزاتو ويخرج عينو قلبو تهز. لا، ما يمكنش، ما يمكنش ديرها بيا. مشى تيجري لجهه الدوش ويلقى بنت اخرى اللي مغيبه ولابسه نفس اللبس ديال نسرين. هنا عرف انها دارتها بيه، كرس على سنانو شاف فيهم. من بعد نتحاسب معاكم بالروجه دارتها بيكم. سيكيرتي حضر راسو كنعتذر. خرج ساقط وساقط بزاف، ركب سيارته كسيره وحلف عليها ترد لها الضربه ويوريها اللعب ديال بصح. وصلت نسرين هي واختها تتسلتو. سبقات نسرين هي الاولى، هزت صباطه وكتدور في عينيها. ناري يا صاحبتي ونحصل ناكل قتله العصا من عند ماما. ويام قالت لها انت اللي عطلتينا، يلا خلينا ندخلوا بشويه بشويه بلا ما نفيقوها. تمو غاديين على صوابع رجليهم تيتمشاو بشويه حتى تشعل الضو، وقربت منهم امهم كتشوف فيهم معصبه. تبارك الله على بنات كرشي، ولتي زفريات اش هاد الوقت. وقام شدت في اختها وبدات تراحد. ماما هانتي كنا كنحتفلوا، هانتي سولي نسرين. نسرين شافتيها ما خايفاش. ماما كنا كنحتفلوا زيدوني ل 12 مازال الحال. لاله خديجه بقات تشوف فيهم معصبه. جالي هزت عينيها، بنتها لقاتها مقزبه ورجلين عريانين، ويتقرب منها كتمنظر بنتها. اش هاد العرا؟ واش هادشي كتقراي في المدرسه ولا شنو؟ انا ربيتك هكا. قلت لها انت يا ماما كوني كول، راه حنا في 2025 ماشي في التسعينات. قالت لي دابا حنا قدام ياك. قالت لها تماما ماما، خاصك تحضري. اقلتها لا ويتقرب منها ويتجبدها مع بواحد القرصه تغوتات ويضربها بجريه. ولات هربانه من امها حيت عرفات خسرت الدوسي معاها. يا كالبرهوشه، مع ريالي انا مصفتك تقراي وانت كدوري ليا بهاد الحاله، باغا تخرجي ليا طاي اللي نسلق امك. نسرين كتجري وهي كطبطب في خدها اللي حمروا من القرصه. وماما يديك الله، انا غير اليوم عافاك، راه غادي يسمعونا 12 الليل هادي. سمعت الجيران وهي توقف وشافت فيها. واخا عقلي فيها، لا بقيتي خرجتيها وجهي. ويام صافي يا ماما، غير حيت خرجنا مع صحاباتي كانوا عارضين علينا وهي بغات تهلا في راسها، راك عارفاها. قالت لي هذه طلعه عوجه لكن غادي نقدمها من اليوم تدخلي مع تسعود ولا نبيت مك في الزنقه. قربت منها وعنقاتها. ما تقلقيش ما غاديش نعاودها، غير كنت فرحانه اليوم مع اختي. قلت لها غادي ندوزها لك، واخر مره تعطلوا ولا تعراو ليا. ما بغيتش حتى حد يشمت فيا ويقول بناتها كبروا وداروا ما بغاو. انا حياتي كلها ربيتكم بلا راجل، وتا دابا انا قاده عليكم. قربوا منها وعنقوها بكاع مشاعرهم. وام قالت لي حنا مستحيل نوطيو راسك ماما، وحنا فخوره اللي عندنا ام بحالك. نسينا ربي يخليك لينا ماما يا ستي الحبايب. مسحت دموعها وشات فيهم. يلا سيروا تنعسوا، فات الحال وهاد العرا والتعطل ما نبغيش. قالت لي نسين واخر مره ماما، يلا تصبحي على خير. شدات في اختها ودخلوا لداخل، ولاله خديجه بقات تشوف فيهم وقلبها واكله عليهم وخايفه لها التربيه اللي ربات تمشي هباء منثورا، خصوصا هما في سن حرجه وما عندهم لا خوهم ولا باهم. هزت ايديها للسما ودعات رب العالمين. يا ربي انا حياتي كلها عشت ليهم وربيتهم تربيه صالحه، يا ربي لا تعذبني فيهم ولا تمرتني، يا ربي بعد عليهم ولاد الحرام ولاقيهم براجل فين غبر نحاسهم. دخلت نسرين لبيتها واختها تابعها من اللور. قالت لها سمعيني يا ديك البرهوشه، اخر مره ديري هاد الكوارث ولا غادي تخلي امي تابعانا من كوميساريه لكوميساريه. قالت لها هادي والتوبه ما غاديش نبقى نعاود، كوني هانيه. قلت لها نتمنى قراي اللي باغا تقراي. اجي شكون هو بعدا؟ قالت لها شفتك باغا تصاحبي معايا، سيري تنعسي انا فيا النعاس. دخلاتها ومشات هزات بيجامتها دلات بالخف ومشات تخشات فراشها وهي كتشوفها بشك. ما بغيتيش تعاودي ليا ياك كتخبي عليا؟ قالت منا بدات تدوي معاها تسمعات شخيره ويتغوبش. بغيت غير نعرف كيف كديري لها، دايره الزبله قد الوطن ونعستي بسهوله. اش وراك اختي؟ صباح جديد كله طاقه وحيويه على البطله ديالنا اللي اليوم غادا تبدا خدمه جديده. فقط كتكسل وناضت على طرف صباحها، مشات غسلات وجهها، تقادات، عاد مشات تجري لجهه البلاكار كتشوف اش تلبس. اختار الجوب واصلة الركبه مع قميجه بيضاء، شعرها الطويل دارته على شكل داير الحصان. عاد مشات جهه المرايه
كتحط مكياجها. اما نسرين فاقت على صوت طالون العالي ديال اختها وبدات تاوب: صباح الخير، فين غادا؟ قالت لها: غادا الخدمه، نسيتي هذا اول نهار ليا، يلا نوضي غسلي باش تمشي تقراي. قالت لها: قاريه حتى العشيه، ما غاداش وما راشقاش ليا، غير سيري نتيا. خشات راسها في المخده وكملت نعاسه، ويام كتشوف فيها حاسه ان اختها دايره زبالي في لافاك، لكن ما بغاش تضغط عليها. هزت الساقه وخرجت عند امها اللي كانت موجده ليها الفطور. صباح الخير ماما، علاش عذبتي راسك؟ قلت لي اصلا كنفيق مع الفجر بنيتي، يلا فطري، هذا اول يوم ليك، بغيتك تمشي الخدمه ومخك مصحصح وتبيني ليهم انك قده وقدود. قلت لها: ربي يخليك ليا ميمتي. هزت كاس العصير كتشرب فيه وعيني على التليفون كتشوف اخر الاخبار. تكملت كاسها وهي تودع امها وخرجت تجري، امها وراها كتدعي معاها. ركبت في الطاكسي اللي وصلتها لمكتب محاماه ودخلت مبتسمه عند السكرتيره: سلام اختي، انا البارح تقبلت. قالت لي: اجي تفضلي، المحاميه كتسناك. دخلت متوتره عند المحاميه اللي كانت مع جوج موظفات اخرين. مدام سناء قالت لها: وئام، تفضلي كنقدم لك زميلك في الخدمه، هذه مريم وهذه دعاء. قالت لي: تشرفت بكم. جلست ما فاهمه والو، تدوات مدام سناء معاها ومع البنات عندنا خدمه كثيره، وانا غادي نكلفكم كل وحده بقضيه. بغيت نشوف مؤهلاتكم وشويه شويه نضم صيفطكم للمحكمه. وئام قالت لي: واخا شنو هما القضايا اللي غادي نخدموا فيهم؟ جبدت ملفات وبدات تفرق عليهم وحده وحده. مريم: انت غادي تكلفي بقضيه الخل اللي رفع السيده على راجلها، وانت يا دعاء غادي تكلفي بقضيه النفقه ديال الموكله ديالنا. هزت عينيها في وئام: اما انت يا وئام، عندي لك قضيه مشحره شويه، موكله ديالنا رافعه على زوجها قضيه طلاق، لكن بغات اول حقها في المتعه وطالبه ثمن غالي اللي هو 50 مليون. قلت له: ويلي بزاف. قالت لي: هو ملياردير وهي كتستغل فلوس زوجها ووضعيته الماليه. ايوا ندوزو دابا لمسيو بناني اللي رافع على مرتو حتى هو قضيه تشهير، حيت حصلها كدوي على حياتها معاه وكتحط صورهم القديمه في وسائل التواصل الاجتماعي. ونط حرب كلامي وصلت المحكمه، وحنا خاصنا نبرئوها من تهمه ونربحوا قضيه طلاق المتعه. ويام كتشوف الوراق بين يديها وكتقرا فيهم بتركيز. خلينا ندرس الملف من بعد نشوف الموكله ديالنا، ان شاء الله ربحوا القضيه. المحاميه قالت لها: اذا وريني حنيت يديك وخلينا نربحوا كاع القضايا، يلا كل وحده على مكتبها. خرجت وئام هازت الدوسي ديالها وهي كتفكر في هاد الروينه اللي عندها، كيفاش غتربح جوج قضايا، القضيه صعيبه عندها وخاصه تربحها. اما نسرين ضربت بنعسه فقط 12 عد. تهزت من فراشها، غسلت وجهها وخرجت عند امها اللي كانت كطرد الغدا. ماما صباح الخير. قالت لها: غير قولي لي اش هاد العاده الخايبه، واش بهاد الكسل غادي تاخدي الاجازه؟ نسرين قالت لها: غادي ناخدها ماما وغادي تشوفي، ما بغيتش نمشي نقرا في الصباح حيت عندي ساعه، العشيه اللي عندي عامر. قالت لها: شنو نقول لك يا بنتي، ربي يهديك. قلت تفطري انا نسخن لك كاس اتاي. جلسة تفطر ومخها شارد كتفكر غير في لقائها مع لؤي اش غادي يدير معاها وكيفاش غادي تخرج راسها من هاد الورطه. اما في الكليه واقف لؤي بكل شموخ، لابس سروال كلاس مع قميجه بيضاء، شعره مرجع اللور وتيبان زوين، خلى كاع البنات اللي في الكليه عينيهم فيه. ايوا واقف مع ربع يديه واقفه معاه صاحبته سحر. قال لي: وفين ديك اللي كتقرا معاك، شفتها ما جاتش؟ ديك نسرين. طلقات ضحكة ساخرة: ما غاديش ترضى تجي، نسيتي اش درت فيها. ضحكت عليها كاع الكلية باش تعلم تهز عينيها. ايوا بقى لينا غير ولاد المزاليط تاهما يتسووا بينا. السيجارو تيكمي وعينو هنا وهنا تبانت ليه صاحب دعوته جايه، لابسه جين واسع مع التريكو قصير، حل عينو فيها وكلاب عينيه. اما غير شافته غبشات وقلبها بدات يضرب، لكن ضربت فيه وبدات غاده كتمايل بكل انوثه. وصحار كتشوف فيها بكل غل، اعدى حاجه عندها شي حد يقرب من ممتلكاتها. هزت عينيه في لؤي اللي كان مخرج عينو فيها: شنو عجباتك؟ نعطيك نمرتها. شاف فيها بحده: نهار نبغي نمرتها غادي ناخدها، وانتي ما تنسيش راسك واخا. قالت لي: انا ما فهمتكش الؤي، البارح كنتي مزيان معايا ووقفتيها على حدها، فاش بغات ترجع ليا تصرفيه قال لي صرفقتها، مالك واش بقات فيك؟ ضحك بسخريه: بلا ما تدخل لي في سوق النساء، انا بعيد عليكم، سيري تقراي نشوف من بعد. قربت منه وبدات تحلون عليه: عندك نساء حبي، جي عندي صافي. تبسم بزز: نحاول يلا عندي خدمه باي. ركب سيارته دغيا ومشى طاير الى خدمته. اما هي بقات تشوف فيه مغدا، عاد تبعت نسرين للفصل وهي حالفه فيها. دخلت مغوبشه للفصل،
خدات بلاصه مع البنات الفشوش وهي عينيها على نسرين. شو كي دايره؟ انا غادي نتسطى دابا. هاد الزمره غادي يولي البروف كل ساعه يعيق علينا بها، تقولها هي المجتهده. سوسن وبنت الحرام ما كتبغيش تعطينا النقله. حتى اش غادا ندير معاها؟ قالت لها غادي نسلخ امها، اش ظهر لكم نشدوها في قنت ونربيوها. سوسن قالت لها علاش ما نبليوهاش بالكوكايين ولا البوفا ونخليوها تابعانا؟ شافوا فيها وبداو يضحكوا. صح، قالت لها فكره جهنميه. صافي غادي نجروها تصاحب معانا ونفرجكم فيها. اذا ما بديت امها تتولي مدمنه، راه ماشي انا سحر. سوسن قالت لها خلي الامر عليا، تنشوف كيف ندير نتقرب منها ونطيبها على نار مهيله. بقاو تيضحكوا وتيخطوا كيف بغاو، اما هي فكانت مركزه مع الدرس بكل جوارحها وكتسمع البروف وباغا تمشي بعيد في اداره الاعمال وترفع راس ميمتها. وخا شويطنا، لكن وقت الجد جد، وقت اللعب لعب. كملت الحصص ديالها وتمت خارجه تعرضت ليها سمر. سحر عن الباب. اطون يخرجوا سيادك بعد عاد خرج يا حبيبتي. نيشان شافت فيها وضحكات. سيادي فين هما زعما نتيا؟ لكن انا كنعتبرك مجرد حشره، ومن احسن لك ما تقربيش مني ولا غادي ندمك. دفعتها تسطحت مع الحيط وخرجت مفرعنه، خليتها كلها كتغلي. بلاتي على امك اذا ما ندمتك وعرفت مقامك، انا راه ماشي بنت شكري. خرجت نسرين من الكليه معصبه ومقلقه من الدار الصحراء اللي ديما كتباها بعائلتها الغنيه، على غيرها راه هي اللي زعما بنت فقيره ومن عائله بسيطه. ماشي من حقها تكون مجتهده وناجحه، خاصها تكون زعما جاريه عندها باش ترضى عليها. وهادشي اللي رافضاه. اللي خرجت من الكليه كدوي مع راسها شي نهار غادي نقتل امها، ما بغاش تعطيني اتساع. اوف ربي صبرني على هاد الكلبه، وليت نكرهها. بقات غادا على رجليها كتخاصم. توقفت عليها سيارة آخر موديل اللي حبست عليها الطريق. بقات تشوف شكون هاد اللي حاسب راسو اللي وقف عليها. حتى نزل صاحب دعوتها مخنزر، لكن وجهه ملامحه كتخليك تبقاي تشوف حريته وسامته اللي كتلفك على القبلة. قال لها اهلا وسهلا. عاش من شافك؟ هي توترات. ها انا ليش بغيتيني؟ صاحبتك راه خليتها في الكليه. تفرقوا عليا الله يخليكم، انا ما باغيش معرفتكم. قال لها معقوله، يلا تعالي هنا. جرى من ايديها وطلع السياره بزز وطاح دها وساق بسرعه جنونيه، ما خليه وراه غير الريح. قالت لي اشنو باغي مني؟ خاطفني ياك؟ قال له نتحاسبوا الزين. بغات تحل السياره لكن لقات الباب مسدود. حل لي الباب، اش باغي مني؟ قال لها منين بغي غادي نحل لك الزوينه، ضروري نتفاهموا. على القالب ديال البارح شفتك نسيتي. حلت فما وشات فيه مسوها. البارح؟ ما البارح انا ما خرجتش من الدار. قال لها لا قصة السبت وبالضبط البارح، عقلتي ولا نفكرك؟ بقات تشوف فيه مدخله عينيها وكدوي مكالميه على عكس العاده. نهار السبت كنت مع صحباتي، قلت نغير جو وما كانش عندي الفلوس. هذا ما كان، انا كنعتذر، واذا بغيتي تخليني نغسل الماعن باش تاخد فلوسك ما عندي تمانع. بقات تشوف فيها معبس، لكن طلقتها بالهضره ذوبت الجليد اللي في قلبه وخلاته يبدا ينسى عصبيته وينسى اشنو دارت. حك لي لحيته بتوتر وشاف فيها. شربي قهوه معايا؟ حلت فمها. واخا قهوه ما دات ما جابت، لكن ما بغيتش نتعطل حيت تابعني نوجد الامتحان ديال غدا. قال لا ما غاديش نعطلك. ساق سيارته ومشى بها لواحد الكافيات. دخلت متوتره وهي ما عرفتلاش واش هادشي اللي كدير صح ولا غلط. هو فين وهي فين؟ واش هذا غادي يشوف فيها؟ واش بحال فلوس وهي غير بنت عاديه؟ المهم مشات معاه لشي كافي، طلبت قهوتها وجلست كتشوف فين نشوف فيك، حتى هز عينو فيها. مصاحبه نسرين هزت عينيها فيه مصطومه. علاش هاد السؤال؟ قال لها اعتبري سؤال عادي. قالت لي لا انا ما مصاحباش. واش طال لك نكون انا وانتيا؟ هزت عينيها وضحكات. انا وانت؟ نو 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 ما يمكنش، انا ما كناخدش حاجه ماشي ديالي. وزيدو انت وسحر صحاب، ماك بغيتي تصاحب مع جوج في خطره، وحده بحال سحر وحده انا. انت كازانوفا لا؟ هز عينو فيها وتبسم. عندك الحق، نسيت اني مصاحب. يلا شربي قهوتك. بقات تشوف فيه مغوبشه وهي تهز قهوتها كتشرب فيها، وهي ما حاملاش طريقته في الهضره، ولا كيف طلب منها يتصاحب معاها كانها شي شيطان. شافها في الشارع وبغى يدوز معاها وقت زوين. حطت قهوته وشات في ساعتها. مشى الحال، خاصني نمشي. شكرا على الكافي. قال بصحتك انا نوصلك. نط مع زعفانه ركبت معاه في سيارته وساق بها وهي ساكته.
قال لها: وفين ساكنه؟ قالت لي: غير حطني حتى الطاكسيات اللي حدا المرجان يكون حسن. قال لها: على خاطرك. سكت ما دواش معاها ولا تصلها وحتى هي ما حاشاتهاش ليه، غير وصلت حدا قالت ليه بسلامه، هز الساكه وخرجت مفرعنه. خلاتو تيشوف فيها بالتركيز. حاسه براسها، لكن ساهل يا الزينه. ساق سيارته وساق خلى الريح من وراه، اما هي دخلت لدارهم معصبه. دخلت في بيتها ولا حس هكا وبدات نقول: والله الا شياطه انا. قال لك نصاحب معاه هو مصاحب، هادشي اللي بقى ليا غير ناخد شياط عباد الله. ناض زعفانه مشات لبسات بيجامه من بيجاماتها، شعرها جمعته بشكل عشوائي وخرجت عند امها. ماما انا فيا الجوع كاين ما يتكال. قالت لها: راه خداك في الثلاجه سخنيه وجمعي معاك معن ورمي الخبز يطيب، راه خليته يخمر. انا غدا السويق انا وخالتك فتو نتغداو شي خضره، عاد ندوزو عند مول جلالب ناخدو شي جلاله بغيتي وحده. قالت لي: لا كانت عبايه من غيرها نخيط حسن. قلت لها: صافي واخا تنديك معايا. مره اخرى تاخدي الثوب. قلت لها: واخا ماما اليوم ما تعطليش علينا. قالت لها: لا ما غاديش نتعطل. غير خرجت امها وهي دير غداها تيسخن وجلست كتغدا ومخها مع لؤي. واحد الراس يقول ليها نمشي نلعب معاه ونفقصو، واحد الراس تيقول لي تبتي. لكن ماما حلفات عليا على الخروج الليل، عاد انا ما قد على مشاكل مع سحر نديها في قرايتي حسن. ايوا في العشيه دخلت اختها عيانه من الخدمه، مشات جلست حداها. قالت لها: كاين ما يتكال فيا الجوع ديال بصح كاع ما تغديت. قالت لها: واخا نسخن لك لقيتيني عاد تغديت. مشات سخنت ليها ماكلتها وحطاتها ليها حداها مع الشلايض والعصير. قالت لها: ايوا كي داز نهارك في الخدمه؟ قالت لها: صعيب، كانت الخدمه عندي واحد القضيه صعيبه بزاف، خلي على الله. قالت لها: انا عارفه قدا وقدود وغادي تربحي القضيه ان شاء الله. قالت لها: امين. يلا وجدي لي شي قهوه نمشي نكمل الخدمه في هذه القضيه باش نعرف باش نبدا. هزت ورقه ودخلت البيت وجلست على الكمبيوتر، بدات تقلب على الموكله ديالها اللي سميتها نهى سليماني. عندها 25 عام، من عائله غنيه. تزوجت براجلها بلال اللي كان اغنى منها ومن طبقه ارستقراطيه عليها، واكيد زواجهم كان على قبل المصالح. وبعد عامين من الزواج بداو المشاكل بيناتهم. نهى بدات تهدد وتطلب طلب فوق حقها، حتى وصلت لعالم التواصل الاجتماعي وبدات تشهر فيه وتكذب وتشوه، حتى وصلاتو ودعاها بتهمة التشهير، وهي دعاتو وطلبت مبلغ مالي وكبرت القضية، ولات قضية صعيبة. بقات تفكر وتفكر ما لقات حتى حل شي توصل التسوية معاهم بجوج، لكن خاصها تشوف بعدا الموكلة ديالها. وقفت عليها اختها وهازا كافي وكتشوف البيسي. ويلي هادي كنعرفها، راه ولات مؤثرة كدير الاشارات ديال الماكياج والاشارات على محلات الماكياج الهاي كلاس. قلت لها: بصح مازال ما عرفتها، غدا نتعرف عليها. قلت لها: بون كوراج، نخليك تخدمي. قلت لها: عندك تخرجي انا ما قادين صداع. قلت لها: ويلي ما خارجش عندي شله قرايه خاصني نمشي نديرها، خليتها الويكاند ونخرج. قلت لها: ربي يعطيك عقل. قالت لها: ما عندي ما ندير بيه خليتو ليك. مشات كتضحك، خلات اختها كتموت عليها بالضحك. تحضرت على خدمتها مركزه معاها وهي كتفكر انها ضروري توصل تسويه مع الزوجين، حيت الزوجه دايره غلط فادح والقانون لا يرحم المغفلين. في مكان اخر، وبالضبط في احد الفيلات الفخمه، كان جالس بلال البناني في المكتب ديالو، وقف عليه المحامي ديالو مسيو نزار. ايوا نزار، غادي نبقاو نلعبوا مع ديك الخلقه؟ كل نهار جابداني باغا دير محتوى بيا ولا شنو؟ قال لي: هادشي راه في صالحنا، غادي ندخلوه الحبس او تنازل. هز عينو وضحك: زعما تقدر تصدق؟ قال لي: هي اللي بدات الحرب وخاصها تحمل مسؤوليتها، حنا ما قلناش ليها دير محتوى وتسيء لعائلتك وتشهر بزواجك، هي الملامه، وحنا ما غاديش نتنازلوا عن الدعوه. بلال قال لي: وسير على الله، ربي امها باش تعلمت له دراعي. قال لي: واخا مسيو، تسنى مني اتصال عن اذنك. بقى هو جالس فوق كرسي وتدور يمين يسار وهو على تغرب ابتسامة ساخرة. شوف فين حدك الطماعة، إذا ما ربيتك رانا ماشي راجل. صباح جديد، فقط فئة نشيطة بدات تكسب بكل راحة ومشات دير روتينها الصباحي. عاد اختارت لبسة كلاس خاصة بالخدمة، هزت صاكها وخرجت على دعاوي امها ومشات تخدم. وصلت لخدمتها لقات المحامية كتسنى فيها. دخلت ديريكت لعندها: مدام سناء طلبتيني؟ قالت لي: تفضلي، بغيت ندوي معاك على القضيه اللي كلفتك بها. قالت لي: واخا. المحاميه قالت لي: وفين وصلتي في القضيه؟ قالت لي: القضيه صعيبه، راه راجلها دعاها على التشهير، وقضايا تشهير القانون ما تتساهلش فيهم. من رايي تشوف شي تسويه، والا غادي تدخل الحبس. قالت لي: واخا حنا غنشوفوا، المهم خاصنا نخرجوه من القضيه ونربحوه. قالت لي: راه كاين ادله وفيديوهات الطريق ديالها
عنده ادله تيدينها، وكنظن هو خلاها تلعب كيف بغات، تجمع ليها الادله وفرقع القنبله. قالت لها شنو؟ قالت لها ضروري، ضروري نشوفها وندوي معاها، عاد نشوف اذا قدرت ناخذ تنازل منه. اش بان لك مدام؟ قالت لي يكون احسن ديري شغلك. قالت لها واخا يلاه عن اذنك. مشات للمكتب ديالها، جلسات وبقات خدامه على القضيه، كتحاول تلقى شي تغرف قضيه الموكله ديالها، لكن للاسف فمها وغرورها دارها بها. خاصني نمشي نشوفها ونفهم منها بزاف الحوايج. هزت صاكها وخرجت من المكتب، وقررت تمشي تشوف مدام نهى. بعد نصف ساعه كانت قدام الفيلا ديالها، صونات حتى خرجت ليها الخادمه. قالت لي ممكن نشوف مدام نهى؟ قولي ليها المحاميه ديالك. قالت لها تفضلي الصالون انا نعلمها. دخلت جلست في الصالون وبقات كتسنى المدام تهبط، حتى داز ربع ساعه عاد تمت هابطه. كانت مدام نهى زوينه ومعليه في راسها، لكن وجهها كان تبين انها مراه ماشي سهله وماكره. قربت من وئام مخنزره. اذا انت اللي صيفطاتك المحاميه، علاش جايه؟ يا قلت ليها كاع اللي عندي. قلت لها في الحقيقه كاين شي نقاط بغيت ندوي معاك فيهم. جلست وتقابلت معاه حاطه رجل على رجل وشات فيها اللي هما. قالت لها خاصنا نتوصلوا لتسويه مع طليقك، رافع عليك قضيه تشهير، والتشهير فيه الحبس مدام. هزت عينها وضحكات. يرفع ورفعت انا، هل هو غادي يغلبني؟ سمعيني، انا كلفت محاميه سناء بتجيب لي حقي، ماشي بس تسمح في حقي. قلت ولكن هذه راه غلطتك، انت دخلتي الطريق ديالك وعائلته لمواقع التواصل وقلتي تعايري فيه وتسبي وتخرجي اسرارك، وكنظن هو القانون يشدك. خرجت عينيها. لا ما يمكنش، واش هادشي فيه الحبس؟ قالت لها يقدر، لكن حنا خاصنا نتوصلوا لشي اتفاق معاه ونحاولوا نديروا الصلح. ديما تم الطلاق وخديتي المستحقات ديالك. بقات شوفيه وكتفكر بعقلانيه. واخا متفقه، شوفيه وخلينا نديروا شي اتفاق، لكن مبدئيا صافي. قلت له واخا، ممكن تعطيني عنوانه ندوي معاه واكيد غادا نتوصلوا لشي اتفاق يرضي الطرفين. نهى قالت لها هالتي ودابا في الشركه ديالو، قيدي عنوانه كتواجد في شارع. بدات تكتب العنوان حتى قيداتو في مذكرتها. هزت الصاكه وناضت بغات تمشي. يكون خير مدام، انا غادي نخبرك شنو درت. قالت لي واخا، لكن قولي لي انا ما كنتهددش. قالت لي اهم حاجه هي نتهدنوا ونفكروا مزيان ونلقاو شي نقطه ضعف ديال طليقك عاد نهاجموا. قالت ليها واخا. قالت سيري وقولي لي اشنو درتي. قالت لها واخا يلا عن اذنك. في المكتب عند بلال كان خدام ومركز في خدمته. تدخلت عليه السكرتيره. مسيو، واحد المحاميه برا كتقول انا محاميه ديال مدام نهى. هز عينو فيها. قولها تدخل نشوفوا شنو بغات. بعد شويه من الدخله وئام كتطقطق بطالونها، دخلت عنده وهزت عينيها فيه بابتسامه كلها جديه. مسيو بلال، اسمح لي غادي ناخذ شويه من وقتك، لكن بغيت ندوي معاك بشي موضوع مهم. هز عينو وطول شوفها، خصوصا ان وئام كانت عمليه وزوينه وزينه صامت، ماشي داك الزين المغرور. تفضلي. اولا انا هنا بصفتي المحاميه ديالك والمدام نهى، بغينا نتوصلوا لاتفاق وتسويه باش نحطوا النقط على الحروف. ضحك. هي اللي صيفطاتك، اذا كانت تقولي لي انا ما غاديش نتنازل وغادي ندخل ما تربى، واذا قلت لك انا عندي لك حل يرضيك ويرضيها. هز عينو فيها وشاف فيها مقوس حجبانو. شنو هاد الحل؟ تنازل على الدعوه وهي تنقص لك من ثمن حقها في المتعه. اشنو بان ليك؟ هز عينو فيها وضحك. انا ما تيهمنيش الفلوس، غير نتفكم كمارتها، لكن طالما ذكرتي نتوصلوا لاتفاق موافق، لكن بشرط تقدم اعتذار في السوشيال ميديا وعمرها تقرب مني وانا من عائلتي. ديك الساعه حد نوافق. هزت عينيها متوتره. تقدم اعتذار وتسحب دعوه؟ قال لي هذا هو شرطي، ما بغاش القانون بيناتنا. تفضلي انا عندي خدمه. حضر راسو على البيسي خلاها كتشوفي معبسه. تانا جايه خدمه ماني جايه نسعاك. هزا الساكه وخرجت، خلاتو تيشوف فيها. هادي اول مره يشوف محاميه لسانها سالط وباغا الخير من قلبها، ما كتقلبش غير على الفلوس، باغا تشوف الخير الموكله ديالها. غير خرجت تحضر على خدمته بلا ما يهتم بها. اما هي خرجت معصبه، شحال تحاسب راسو، لا هو يحمر وجهه ولا هي تحمر وجهها. تلاقى المتعوس مع خيبرجه. خرجت من الشركه، شدت المركوب ومشات تكمل خدمتها في المكتب. اما في لافاك عند نسرين اللي كانت تفطر في مقهى الكليه وشاده كتاب في يديها، حتى وقفوا عليها صحابه السحر. سوسن قالت لي حبيبه واخا نجلسوا معاك؟ قالت لي واخا جلسوا مع القهوه ديال با. ما عاودوهاش معاها، جلسوا طلبوا حتى هما كلتهم وجلسوا تياكلوا عينيهم عليها. قالت لها شوفي حنا عندنا حتى مشكل معاك، راك عزيزه علينا، لكن السحر ما كتخليناش نقربوا منك.
قالت لها ماني بوعو. قالت لها لا، حيت كتغير منك، حتى زوينه عليها وقرايه وهي لا. قالت لها ودي غير تبعد مني، ما تغير مني ما تغير منها. قالت لها سوسن صافي خلينا نساو خلافاتنا، انا عندي عيد ميلاد نهار السبت وعارضه عليك وضروري تجي. بقات تشوف فيها بحيره، ما عرفش نفكر ورد عليك. قالت لها ضروري تجي، غادي يكون فيها كاع بنات الكليه وحتى ولاد الكليه، وغير شكون وشكون جي فوجي معانا، عافاك ما تخصش ليا خاطري. قالت لها يكون خير، يلا نخليكم خاصني نمشي للمكتبه. خلاتهم ومشات، بقات يشوفوا فيها تدخلت سحر كتجري عندهم هي كتفرنس. صافي وافقات. قالت لي غادا تجي، ما غاديش ترفض، كوني هانيه، غادي نبقاو عليها تنبليوها. سحر ضحكات. ايوا جابها الله تال عندي، غادا ندمها. تحركوا نمشيو نقراو ساقطين ساقطين. وبداو تيضحكوا تبعوا نسرين للفصل يقراو، واخا بينهم بالقرايه غير الخير والاحسان. بعد يومين شرفت مدام نهى عند وئام المكتب ديالها، دخلت بكل غرور وجلست مغوبشه كتشوف فيها تشوفات في الشكل. دابا انا درتك تربيه وبغادي يربيني، واش انتي ما عارفاش خدمتك ولا شنو، ولا كتضربي فيا؟ وئام قالت لي مدام تهدني، انا سبق وقلت لك الغلط ديالك، كون ما وصلتيش لمواقع التواصل الاجتماعي وما خليتيش من شدك كنا غادي نربحوا القضيه بسهوله، لكن الغلط ديالك. قالت دابا انت غتوريني خدمتي، انا درتك باش تربحي لي القضيه ماشي نخسرها. باين باين على سنه ولات كتخدم ستاجير، ما فاهمين والو في الخدمه. قالت لي مدام احترمي راسك، انا ما عندي ما ندير لك وارفع لك دعوه. بقات كتغوت عليها وقام كدافع على راسها، تسمعاتهم مدام سناء وخرجت عندهم كتجري. اشنو كاين مالكم؟ مدام نوها قالت لها شاد المحامي الفاشله اللي مخدمه عندك، واش انا بغيتها تربح القضيه، لكن باليه بغات تربحه هو، لا ما يمكنش. سناء شافت وئام نظره ناقصه. اش كتقول لمدام نوها، واش انت ما وصلتي راس القيد؟ قالت لها مدام سناء انا درت اللي عليا، لكن مسيو بلا رفع عليها دعوه ديال التشهير زائد السب والقذف العلني. انا بغيت مصلحتها، لكن هي ما بغاش تفهمني، حيت الزوج راه رافع عليها قضيه، والقاضي اذا شاف ان الزوج يتضرر غادي يتدخل، وغادي يامر لها بالحبس ولا التعويض كبير، وهي اللي غتضيع. سنة قالت اش هاد الخدمه الملاوطه، اش كتخربقي انت فين قريتي؟ اقول لي، حنا مهمتنا ان نربحوا الدعوه والا ماشي محاميين. قالت لي هذا اذا كان الزوجه ما عندها السجل خايب والزوج ما طيحش الفخ، انا من رايي انها تدوي معاه بعدا يرفع الدعوه والا. نهى قالت لا لا لا، هذه فاشله، انا بغيتش ترافع عليا، شوفي لي غيرها. قالت لي عندك الحق، شوف يا وئام، انا جربتك لكن خدمتك ماشي هي هذيك، سين عند السكرتيره خدي حسابك. هزت عينيها مصدومه. لكن انا مادام درت لي عليا كيفاش طردتيني، واش بغيتي ندخل الحبس؟ راه عندها تهم ثقيله. سناء كرزت على سنانها. قلت لك انت مطروده، يلا برا، والموكله ديالي انا غادا نجيب لها حقها. هزت عينيها بحزن. ظلمتيني يا مدام، لكن ربي اللي ترزق ماشي نتوما. خرجت كتجري بدموعها ومدام نهى كتشوف فيها بغل. شدي الملف ديالي انتي، هذيك فاشله باغا تخرج عليا. قالت لها كوني هانيه، لكن واش تواصلتي مع طليقك؟ قالت لها انا علاش انا معصبه، غير عليه هو قال لي نطبت السماحه منه قدام الناس كلها وندير فيديو، شفتي الدل كيف داير، انا نهى نطلب السماحه، انا بغيت نشطحو في المحكمه وندمو حيت قرر يطلقني. قالت له ولا عليك، اعتبري القضيه مربوحه، انا غادي نتكلف لك بها ونربحو. وتهديدات وزيدون فيه. يلا اجي دخلي شربي معايا كافي في المكتب وخلينا ندوي بهدوء. قالت له واخا، نيت محتاجه نهدى، عصباتني ديك الفاشله. وئام خرج من الشركه مضيومه وهي كتحس بالحزن والهم. تقلت صافي لقات خدمه زوينه وفي الاخير طرداتها مدام سناء شرط ترضى، وهادشي كله حيت فكرات في الموكله ديالها وبغات ليها مصلحتها، ما بغاش تغرقها في الحبس وتفكر غير حاجتها فيها. مسحت دموعها بألم. ربي ما تسباب حتى تفتح بيبان، ربي رزقني خدمة أحسن من خدمتك مدام سناء. شدت الطاكسي ومشات لدارهم حزينة، حلات ليها ما الباب ترمت في حضنها. ماما جراو عليا من الخدمة. قلت له مالك على هاد البكا، تمشي خدمة وتجي خدمة، المهم هو انت تكوني مرتاحة وراضية بخدمتك. اجي جلسي وعاودي ليا كلشي. شدتها من يديها ودخلوا لداخل الدار. جلست حداها وبدات تعاود ليها كلشي من اول ما خدمت حتى الوقت اللي جرات عليها المحامية. قالت ليها لاله خديجه خليها تعوم في بحرها، انتي بغيتي تعاونيها وهي بغات تخرج على راسها، كيف تيقولوا وريه وريه واذا ما سيرو خليه. قالت انا فكرت مصلحتها، واخا الغلط كله ديالها، هي عندها بزاف الدفوات والقاضي مستحيل يحكم ليها تاخذ نفقات المتعه، على بالي غادي ياخذ هو التعويض.
قالت لي خليها تشرب داكشي اللي حصدات، يلا دخلي غسلي وجهك وطلقي ونساي الهم، ربي ما غادي يسد باب تيفتح بيبان. قالت لها عندك الحق ماما، ربي يفرجها. حطات راسها ودخلت البيت وقعت باب الديوم، لكن قالت ما ربي ما تيسد باب حتى تيفتح بيبان. بعد ساعات دخلت نسرين من الكليه عيانه، دخلت رمات حدا اختها اللي جالسه في الصالون. اوف ما جيت فيض الذنوب، عرفتي الطرون صبرها لكني. قلت لها صبري، هذا عامك الاخير ما بقى والو تكملي. قالت لي امتى نتهنى؟ فين ماما بغيتها؟ قالت لي في الكوزينه كتوجد شي قرص. قالت لي انا غادي ندخل عندها بغيتها في شي موضوع. دخلت عند امها لقاتها كدها القرص ومشات عنقاتها. امي الحبيبه توحشتك اش تحداقه. قالت لي وحيتي ما قرات الكتاف كنتي جيتي من القرايه وتعاونيني كون كملنا. قالت لي ان شاء الله ماما نكمل ونتعلم الشقا والطياب، لكن انا بغيت نطلبك طلب عافاك ما تقوليش لا. هزت حاجبه فيها، شنو باغا الفلوس؟ ما عنديش. لا الحمد لله مسوره، شوفي واحد البنت كتقرا معايا دير عيد ميلادها في الفيلا ديالهم معارضه على كاع الكليه، وانا عيت رفض حيت بداو تيدويو عليا زعما انا معقده وانطوائيه. ما زاد عينيها فيها بحنان، ما بقاش تبقى خايفه عليها على طول، من حقها تعيش بحال باقي البنات، راه ولات كبيره ما بقاش صغيره. قالت لها واخا لكن عندي شرط. حلت فمها منطيقه، الشرط يا ماما كي بغيتي مهم نمشي. قالت لها غادي دي معاك اختك وتردي البال وترد بال ليك، اياكم تشربوا شي عصير من عند شي حد ما كتعرفيش، راه تيكونوا دايرين فيه منوم ومخدرات، وما تثقيش بالبنات راه خطر. ملي تشوفوا شي بنت مربيه تيبغوا يخرجوها للطريق. قلت لها ما تخافيش يا ماما، انا ما كندير الثقه في حتى حد، ثقي بيا وما غاديش تندمي. قالت لها ان شاء الله، يلا سيري بدلي واجي عاونيني، اختك راه مقلقه ما بقاش خدامه في ديك الخدمه تتلقى خدمه اخرى. قالت لي ايوا خيره في غيرها، انا نبدل ونجي عندك. بقات امها كتشوف فيها وحاسه انها زيرات البنات بزاف وخاصه تطلقهم وتخليهم يحتكوا مع الناس ويغلطوا ويستافدوا، تين غادا تبقى خايفه عليهم. حدت راسها وبقات تكمل شغلها، تلحقت عليها نسرين كتعاونها في كاس كروت. دازت ايام وصل نهار السبت، سوسن دارت عيد ميلاد كبير، جمعت فيه كاع الفاسدين ديال الكليه وبعض الاثرياء اللي كتعرف هي وسحر. وبهاد المناسبه ما قصراتش على راسها من تهلو هي وسحر وباقي البنات، وجلسوا في طابلتهم تدوروا في عينيهم. سحر قالت لها كاع البنات جاو، شوف ديك اختنا مازال ما جات. سوسن قالت لها قالت لي غادا تجي نصبروا شويه، فين صاحبك ما جاش؟ قالت لها لا غادي يجي مع صحابو، غادي نعرفكم عليهم كونوا هانين. هي ضحكت ضحكه صفرا، ايوا مزيان، انا نمشي نتصل بالضحيه ديالنا. تلقى الضحكه ساخره وناض تعيط على نسرين. وصل نجم الحفله مسيو لؤي اللي داخل مغوبش وعينيه غير تيدورو، كان ضارب لبسه كل كلاس خلاتو يبان انيق وعاطي العين، لدرجه كاع البنات حلوا عينيهم في وسامته وطيطوا الرياضيه اللي تلفاتهم. وكان وراه جوج من صحابو تاهما ماشي اقل زين بلا وسامه. لؤي قال لهم ايوا اختاروا لي مع راسكم، كاينه الزين ولا طاي. بلال حك على لحيته تدور في عينيه، الزين طالع لي في راسي، الزواق ما منوش العشير. قال لي هادي كاينه، انا ما عنديش مع الزواق، لكن الخدمه كتبقى خدمه، اجي معايا نعرفك على واحد التيتيزه ديالي. تبعوه هو تيدور في عينه، توقفوا على سحر اللي غير شافت لؤي تشعبطات فيه وبدات تسبل في عينيها. حبي على سلامتك، قلت ما غاديش تجي. هز عينو فيها برود، لا قلت غادا نجي. هي غادا نجي شنو نتعرفوا على البنات، بغيت صحابي نشطو. ضحكات بلا سنان وهزت عينيها ببلال ومحسن. قالت لي اكيد اجي نعرفكم على صحاباتي. تبع لؤي تيدور في عينه في وجوه البنات والدراري، وتابعوا بلال اللي تا هو تيشوف البنات بنظره دونيه، حتى وصلوا عند سوسن اللي حلات فمها وشد لها عينيها. فاش بان ليها بلال اللي كان زين وطويل، اش منك يا كاريزما ويا حروشيه، شافته تلفات وحلات فمها. قالت لي نقدم لك صاحب لؤي. قالت لي ها صاحبه. سلام. قربت انه بغات تلمعني بنحنك تدفع وجهه وغبش فيها ومدلا يديه. سلام صافا. قالت لي فاش شفتك انا لاباس، انا سحر وانت؟ قال بلال. قالت شربت بيك. مدواش معاها، دور عينه وبقى مركز مع البنات ديال عيد الميلاد، حتى بانت ليه وئام اللي داخله شاده في يد اختها وداخلين لعيد الميلاد. اهز عينه فيها عرفها، واخا بنت مختلفه بشعرها طويل وجهها دائري وعينيها الخجوله، لكن مستحيل ينسى دوك العينين الساحره ولا داك العقل الناضج. بقى يشوف فيها تضربوا لاي الكتف وضحك. شفتك تالف، ياك متلفتك شي وحده؟ قال لي تقريبا.
اش كدير هاد المحاميه هنا؟ هز عينو في الجهه اللي تيشوف فيها صاحبو، ما تبان لي غير فريفره ديال نسرين اللي داخله بقى تيشوف فيها حال فمو على تغرب تيسمى. اش هاد الزين، اش هاد الانوثه، واش انا كنحلم وانا واقف؟ سحر لؤي كتقول شي حاجه؟ قال لا ما قلت والو، شنو ما غاديش تقدموا لنا المشروبات؟ قالت لي واخا. اما عن سوسه اللي داخله هي واختها تدوروا في عينيهم في الحفل. قالت لها ناري شاد اللبس، عمري ظنيت ان هذا هو لبس الاغنياء. وئام قالت لها مازال مشتي والو، حفلاتهم مشبوهه فيها العرا والمخدرات والجنس. اجي نسلموا على صحاباتك نديروا الصواب ونمشيو بحالنا. هادشي راه في شكل. شدت اختها قربوا من طابله سحر وسوسن. نسرين قالت لي مبروك عليك حبيبه. قالت لي اهلين، قلت ما غاديش تجي. قالت لي لا، قلت غادا نجي. هي غادا نجي، مبروك عليك. هزت عينيها فيها بنقص. وفي الكادو مشتوش ولا جاك غالي؟ قالت لي حنا ماشي بنات الجوع، تفضلي هذا الكادو ديالي. مدت ليها الكادو اللي شافته وهي تصدم، كان خاتم ديال الذهب تيحمق. بقات تشوف فيه مصدومه. هذا الذهب متاكده؟ قالت لي اكيد اكد يا حبيبه، حنا ما كنقدموش المغشوش، الحمد لله حنا بنات الخير. لؤي هز عينو فيها وخرجت ليه ضحكه خفيفه. كنظن ذهب. سمعت صوت راجل دارت عنده، ما يبان ليها غير لؤي مخرج عينو فيها وتبتسم ابتسامته الماكره. وئام هزت عينيها في الشاب اللي دوام، ما يبان ليها غير صاحب دعوتها. وخرجت عينيها متيقاش داكشي اللي كتشوف. هذا الشي يدير هنا، واش هاد الصدفه الغريبه؟ بلال هز عينو فيها وتبسم بسخريه. مادموزيل وئام، اش كديري هنا؟ شفتي متوتره؟ جيت مع اختي نباركو لصاحبتها، صافا عليك؟ قال لي بخير. حدث راسها وبقات واقفه مع اختها مجمعين مع البنات. حتى لواحد اللحظه سحر جرت نسرين معها وتبعتها سوسن، بقات تشوف فيها بشك. الا بغات تبعهم توقفها بلال. مادموزيل بحال هاربه مني؟ لا، حنا مشينا في الخدمه ولا نسيتي؟ هزت عينيها في برود. انا ما تيهمنيش وما شغليش، ما بقات حتى خدمه تربطني فيك، حيت انا ما بقيتش محاميه ديال مدام نهى. ضحك بتهكم. ياك ما جرات عليك. خنزرات فيه وما حملاتوش في ديك اللحظه. قالت تماما، يبعد مني، انت وياه ما بغيتش معرفتكم. خلاتو حال فمو مصدوم ومشات عند اختها اللي واقفه مع البنات. تعالي نتيا خاصنا نمشيو، هنا ما عجبنيش. قلت لها واخا حسنت، انا ما عجبنيش اجي نسلتو، راه شفتيهم لاصقين فيا، بغاو يتصاحبوا معايا بزز، ما عرفتش علاش. قالت لها ردي بالك، راه ما عجبونيش، يلا جي نخرجوا. شدات في اختها وخرجوا تيتسلتوا بلا ما يعلموا سمر وصاحبتها. تخرجوا من الفيلا ومشاو يقلبوا على شي مركوب. الوقت اللي خرجوا ما يبان ليهم غير لؤي اللي كان واقف تيدوي في التليفون. تبانت لي نسرين خارجه كتسلت هي واختها، مشى لعندها. ياك ما بغيتي تمشي؟ قالت لي الشيفور ديال بابا غادي يجي لينا، غير سير بحالك. قال واخا على راحتك، خليك تسناي فيه، انا بغيت غير راحتك. خلاو تم داخل وهي كتشوف فيه مغوبشه. شحال حاس براسو، تقولها هو اللي زوين في الدنيا. وئام قالت لها كون خليتيه وصلنا، علاش دافع كبير؟ قالت لا ما غاديش ندسترو، اجي نتمشاو شويه وغادي نطلب طاكسي وصلنا فين ما بغينا. قالت لا فاش هاد النهار يا ربي. بقات غادا معاه في داك الشارع الطويل والدنيا مظلمه والدنيا مقطوعه، غير هما اللي غاديات في ديك الطريق، حتى فعلا تخلعوا. وئام قالت لها كون خليتيه وصلنا، شاد الحاله اخر مره تخرجي في الليل سمعتي؟ قالت لها باقا نعاود، الحفله فيها غير دوك ولاد ماما وبابا، راهم عاطينها الحشيش والكارو، ما عجبونيش، عمري نبقى نقرب منهم. قالت له واخا حنا غنشوفوا، يلا خفي رجليك نشدو طاكسي. بقاو غاديين تيزربوا، تخرجوا من شارع الفيلات. غير وصلوا للخر ديالهم يبان لهم جوج دراري جايين ليهم، باين عليهم ما ساحينش وملامحهم تيخلعوا. وئام شافتهم مات من الخلعه. ناري شكون هادو؟ نسرين وقيله سكيريه ولا مقربين. لينا حيدي صندالك وهربي، نحسب على ثلاثه وهربي. قالت لها على امك نسرين طريقك لاروب. بانوا لهم جايين، هزوا صنادلهم وتموا هربانين من الشماكريه، تابعينهم حتى صافي مات لهم الماء في ركابي وتخلعوا. ما تبان لهم غير طونوبيله جايه. وهي تمشي تعرض لها نسرين، توقفات ومشات تجري عند مولاها. الله يرحم لك يماك سيدي، لما اعتقنا دوك الشماكريه بغاو يتعداو علينا. حليها جات السياره وهز عينو فيها بمكر. على الشيفور ديال باك ما جاش؟ هي بدات تمتم. شنو؟ قالها طلعي. ما عاودتاش معاه، طلعت تجري، تبعت اختها وساق سيارته وكسيره خلى غير الريح وراه. هزت عينيها فيه. العز اخويا ردها لك بساعه الخير. قال لها كان من الاول مره تقاصح. قالت لي ايوانا هكا سوق الله يرضي عليك. وئام شافتي مبتسمه،
شكون اخويا بزاف عمرنا نساو خيرك. قال لها عادي انا في الخدمه، لكن ردوا بالكم الليل بلا طوموبيل راه خطر كبير. قالت لي وئام هادي والتوبه عمرنا نبقى نعاودو. حضر راسو كمل طريقو، هو كل ساعه يشوف نسرين اللي معفر عليه حتى وصل لمدريبتهم. هبطات وئام هي الاولى بعد ما شكراتو، وتمت نازله نسرين تشدها من يديها. ما تعطينيش نمرتك زعما. قالت لي ما تعجبنيش الشياطه ديال الكلبات، نهار تكون خاوي يكون خير. نزلت تجري وتبعات اختها، خلاتو تشوف فيها ابتسامه. وليت شياطه، عشت وشفت اكو سيرت ولدتي الشياطه. بقات يضحك هو يدير دور طوموبيلتو ورجع للحفله. اما وئام واختها فدخلوا للدار بالحس. دخلوا لقاو الظلام، عرفوهم هم العسات، مشاو بالحس جيت بيتهم، سدوا الباب ودخلوا. وئام جلست كتحيد الطباطه وكتشوف اختها. اخر مره تخرجي بالليل كنتي غادي تخرجي علينا، كنت تعرضوا لنا دوك الشماكريه، اش غادي نديرو؟ قلت لها عندك الحق، انا خفت صافي من اليوم ما نمشي لشي سهره ديال بنات الكلبه، اصلا حياتهم غريبه مختلفه علينا. قلت لها راه قلت لك كيف عايشين، واذا بقيتي تابعاهم غادي يخرجوا عليك، انا قلت لك. في الحفله وبالضبط عند بلال اللي كان واقف مع محسن ولاصقه فيه سوسن اللي محمله ما قبلها، وواقفه بزز عليه. قال لها فين صاحبك ام حسين شفتو غبر؟ قالت لي سوسن ها هو جاي. ايوا ما قلتيش ليا بلال فاش خدام؟ غوبش فيا، انا شيفور ديال الاب ديال لؤي وفي نفس الوقت صاحبه. شاف فيه وجهها صفر وما رضاش تعرف على واحد تحت منها. تشرفنا، سمحوا لي صحاباتي تعيطوا ليا. بقى محسن تشوف فيها تمشات وضحك. عبرتي على امها ولا سقانيت؟ قال لي انا عارف هاد النوع فليسيات تيموتوا على الفلوس والمظاهر، اجي تشوفوا له اي برا. خرجوا بقاو تيقلبوا على لؤي حتى بان ليهم جاي في سيارته. هبط منها ومشى لعندهم. مالكم مليتو؟ قال لي برهوشات غادي يطيروا، ما بقى لي خاطر بحال الاول، خاطر نمشي فيا النعاس. قال لي واخا ناجل الخدمه حيت انا عييت ما بقى عندي الخاطر، يلا تحركوا نمشيو. ركبوا معاه في سيارته وزادوا. وبلال طول الطريق هو عينو عليه تيفكر بتركيز. فين كنتي غابر؟ قال لي راه وصلت المحاميه واختها، كانوا تعرضوا لهم شي جماكل ساعه عتقتهم ووصلتهم حتى لفين ساكنين. بلال خرج عينو. هما علاش خارجين في الليل من اصله وانت مي طاحت عليك هاد الحنان؟ تبسم. مرة كنساعدو بنات الشعب. محسن بنات الشعب، يا والله يجعلني نطيق. قال لي طيق انا راجل حنين. بقاو تيضحكوا عليه، اما هو بقى تيفكر في سوسن اللي بدات تدخل ليه مخو، وهو من النوع الا دخلت ليه شي مرة لقلبو ما غاديش يخليها تفلت منه. داز سيمانة على ابطالنا لكل واحد انشغل بحياته، الا وئام اللي مازال الكيا بغات تبرى ليها، مازال منسات انها طردات من الخدمه. شال طردة بقى فيها الحال وبدات تحس بالفشل تاثر عليها. متكيه فراشة مالة مغبونة ما عرفاش دير في حياتها، واش بدات تقلب على خدمة جديدة ولا تبدل الحرفة ولا تجلس في الدار مؤقتا تصفي ذهنها. وبينما هي غارقة في أفكارها حتى صونة تليفونها، هزات تشوف شكون لقات نمرة غريبة. قالت شكون هذا اللي مصوني عليا؟ الله تكون شي خدمة. جاوبت على الاتصال بصوتها الدافئ. الو سلام شكون معايا؟ بلا سمع صوته وتبسم. كي دايره وئام لاباس عليك؟ معاك طليق نهى. قالت لي لاباس اش بغيتيني؟ انا مبقيتش خدامه مع نهى. قال لها عرفت وهادشي علاش بغيتك، ممكن تجي شريكه عندي، بغيتك في شي موضوع. قالت لي موضوع ديالاش؟ ما كنظنش شي موضوع بيني وبينك. قال لها جي عندي وغادي تعرفي. يلا انا كنتسناك. قطع عليها خلاها مصدومه وبغيت كدور في عينيها. اش غادي يكون بغاني؟ هادشي غريب. نوض نبدل نشوف اشنو بغا. ناض تشوف اش تلبس، اختارت سروال كلاس مع قميجه بيضاء ولا في الصف نوار. طلقات شعرها وقدرت مكياج بسيط، هزت الساكا وخرجت تشوفو. وبعد دقائق كانت عنده. دخلت السكرتيره البيرو ديالهم وهي متوتره. قالت لي ويا شنو بغيتيني؟ هز عينو فيها وشاف فيها شويه تالف. اجي قلتي قولي لي اش تشربي كافي ولا عصير؟ قالت لي واخا عصير الحامض. قال لها واخا تفضلي. طلب ليها اللي بغات، وهو اقتصر على قهوه كحله وجلس يشرب قهوته وعينو عليها. قال لها صافي خدمتك سلاس مع الطليقه ديالي. قالت لي شنو بغيتيني؟ قال لها بغيتك تخدمي عندي، محتاج محاميه ذكيه وتهمها مصلحه الشركه قبل من مصلحتها، وغادي نعطيك اي راتب بغيتي. شفتي مصدومه مضحشره نخدم معاك انت، لكن انا ما عنديش تجربه. قالت تعلمي، المحامي ديال الشركه غادي يجلس تقاعد هذا الشهر وغادي تعلمي منه سير الخدمه شنو قلتي. بقات كتشوف فيه ما عرفت ما تقول، لكن هي محتاجه الخدمه ومحتاجها بزاف. قالت لي واخا موافقه،
هز لاباراي واتصل بالمحامي اللي دخل عنده هز شي وراق. قال لي وي مسيو طلبتيني؟ قال لي هذه المحاميه جديده، بغيتك تعلمها سير الخدمه، بغيت تكون عارفه طريقه خدمه باسبوع. قال لي واخا مسيو، انا غادي نعلمك كاع داكشي اللي كنعرف باش تشد بلاصتها مزيان. ربي وفقها. هز عينو في وئام. سيري معاه بداي الخدمه، ومع الربعه ونص الخدمه كتسالي. قالت لي شكرا بزاف ونتمنى نكون عند حسن ظنك. قال لي اكيد، يلا بون كوراج. تبسمات ليه، هزات الساكا وتبعت المحامي للمكتب ديالو، وهي مازال تحت تأثير الصدمة. باش تكون محامية ضد طليقته في الأخير تخدم عن طليقها، هادشي في شكل. المحامي قال لها بنتي مرحبا بك في شركتنا، أنا غادي نعلمك كاع داكشي اللي كنعرف باش تشدي الخدمة لكن نوصيك عليه هو الانضباط ويكون مخك خفيف. قالت لي من هاد الناحية كون هاني، أنا مخي خفيف دغيا كنشد، غير وريني طريقة الخدمة وخلينا نخدمو. في الكلية خرجت نسرين من الكلية طالع ليها الزعف، حتى تبعتها سحر وسوسن من اللور. قالت ليها سحر نسرين انت فين غادا مازال حالة صاحبتي، خلينا نمشيو نتسركلو. قالت ليها لا مفياش، السيمانة داز عليا في الحفاضة، بغيت نمشي نتكا شوية. قلت لها ما تكونيش معقدة، هادي هي الربعة، خلينا نمشيو نتقهواو، ما غاديش نتعطلو. عافاك يلا. هي بقات تشوف فيهم متوترة، ما عارفة ما دير، تحطت موقف خايب، ما عرفت ما دير غير توافق. قالت لها واخا لكن ما غاديش نتعطلو. السحر تبسمات بمكر، واخا كوني هانيه يلا تعالي معانا. مشات معاهم جهه السياره وقلبت يضرب، عارفه راسها خاصها ترفض لكن ما بغاش تبان معقده، ولا تحت منهم. قالت كافي ما دات ما جابت. سحر ساقت سيارتها وهي كتغمس صاحبتها، واتجهوا للبار ديال لؤي يتقهواو فيه ويديروا اللي بغاو، حيت هو عاطيها امتيازات دير اللي بغات. بعد شويه وصلوا للبار، تمو داخلين ليه وهكا تيتغامزوا عليها، وهي دايره بحال اطرس في الزفه، داخله معاهم كيف شي هبيله. غير جلسوا، جات عندهم شي ناديله. البنات اش حبوا طلبوا؟ سحر غمزاتها العصير ديالنا ويكون محلوش بزاف. هي ضحكات فهمت. نسرين بقات تشوف فيهم وفيها مطنقه. شفت البار خاوي ما عامرش بزاف. قالت لي السوسنه تلت مورا السبعه وعمر الزين، خلينا حنا نجلسوا على راحتنا محدو خاوي. جابت نادية الشراب اللي كان في كؤوس كبيرة، وحيت نسرين عمرها عرفت الشراب كيف داير، هزت كاسة وبدات تشرب فيه. سحر قالت لها بصحتكم البنات، هذا العصير ديال سويسرا، خلينا من دوك العصائر ديالنا، هذا تيشربوه غير الامراء وفيه فيتامينات. قالت لهم ما دقوفش كلمه، هو بنين ما هو حلو، لكن شي حاجه مميزه فيه. قالت لي واش شربي، حنا كنطلبوا الحاجه المخيره، دابا حنا غنديروا الحلاوي ندوزو بيهم العصير. شيرت على النادله اللي تجري عندها، قالت ليها دوك الحلاوي اللي تعجبوني جيبيهم ليا دابا. قالت لها واخا. جلست معاهم نسرين كتشرب العصير اللي هو في الاصل النبيذ والحلوى المخلطه بالمخدرات، وجلست تكركر معاهم، وهما باغيين فيها وباغيين يبلبلوها، حيت ديما كتجي الاولى وديما كدير فيها بنت الناس وقاريه، وهما ولاد بابا وماما اللي فاشلين اللي ما قادرين يديروا والو. نسرين كلات تشبعات وبدات تشوف الدنيا بمنظور اخر، نسات شكون هي وعلاش جايه، كلها ما هو تعيش وتضحك وتكركر. قالت لهم البنات اجيو نسطحوا، انا كتبان لي الدنيا زوينه، بغيت نسطح ونغني ونلعب. دفعت الكرسي ومشى سطح على الموسيقى الغربيه، كتمايل على الحانها وكتعوج، خلات كاع الشباب يحلوا فمهم ويشوفوا رقص المثير. سوسن ودابا الطرح زيان، انا غادي نصورها فيديو وندمها. يلا هزت التليفون بغات تاخد صور ليها، توقف عليها الحراس ديال البار، واحد خطف ليها التليفون، واحد حبس عليهم الشوف، حتى ما بقاوش شافوا نسرين ولا عرفوا اش طرا ليها من المعجبين. سوسن قالت لي اشنو هادشي درتي، واش سطيتي ولا شنو؟ سكرتي قال هادو اوامر سيروا اي ممنوع التليفون يخدم هنا. قالت لي كيفاش ممنوع، على مالناش كنديروا كنصوروا صاحبتنا، انا ما غاديش نسكت، غادي نخبر له اي ويجري عليك. دابا ارى التليفون حدا راسو. كنعتذر مدموزيل، انا كنطبق الاوامر. خلوهم مشاو وهي غير مشاو، هزت عينيها ما بانش ليها نسرين، ويتحل فمها وجا صفر. اويلي هادي فين مشات؟ يلا كانت هنا. قالت لها تاتني صاحبتي، راه ما عندها فين تمشي، تقدر يكون مشات غير الطواليت. ناضوا تيقلبوا عليها ودخلوا الطواليت ما لقاوهاش، بداو تيقلبوا عليها في البار كله لكن والو، كأن الارض انشقات وسرطاتها. السحر قالت لها ويلي فين غادي تكون مشات، غادي نتسطى. رجعت تبسمات فاش جاتها فكره شيطانيه، هادي تكون غير مشات مع شي واحد ما فيهاش، مع داكشي اللي عطيناها
غادي تنسى كاع القيم اللي تربات عليهم، انا متاكده. سوسن قالت لي اكيد تكون مشات مع شي حد، على فين غادي تكون مشات؟ خلينا منها اجي نمشيو للدار نرتاحوا، والليل نكملوا السهره في كونت اخر. السحر قالت لي واخا، راه عندنا خدمه نيت، نسيتي الدراري اللي غادي نبيعوا لهم البضاعه؟ الخدمه راه تابعانا، اجي نرتاحوا. مشات هي وياها، ركبوا في سيارتهم وزادوا بلا ما ينتبهوا على اعين اللي مقابلاهم. وشكون من غيره؟ لؤي اللي تشوف فيهم معبس. ما بقى والو، طيحوا في يد ديال الكلبات، وديك الساعه اللي دفعوا الثمن كل وحده بليتوها وخرجتوا على حياتها. سحر هزت عينيها فيه كتبسم. انت زوين، فين غادي تديني؟ انا بغيت نعيش ونطير في السماء. قال انت اصلا طياره وخاف من رزقك، اما ما كنتيش تعرفتي على دوك الكلبات. ساق بها لواحد لوبيطال، دخلات شاده فيه وبحال قاده تحرك وراسها ثقيل عليها. قلت لي ناري، كنشوف جوج ريوسه والناس بحال شي زومبي. انا خايفه لؤي، خبيني. دخشات فيه وجهته الضحكه وخاف فيه يضحك. هادشي اللي بقى لمك، غير قرقوبي والشراب. الله يصبرني عليك. دخل معاها لداخل، بانت ليه شي ممرضه هو يوقفها. انيسه، بغيت في شي خدمه، جيت خاصه. قالت لي واخا، شحال بالخاطر مسيو؟ البنت اللي معايا وكلوها شي قرقوبي والشراب، بغيت نعطيها شي حاجه تفيق وترد كاع داكشي اللي كلات. واش ممكن؟ هزت عينيها في نسرين، لقاتها مغيبه في عالم تاني، ما قدرش تقولي لا. واخا عندهاش لا خدمه، لكن غنشوف لها شي حاجه. هزت عينيها في نسرين، اجي معايا، خاصك تردي داكشي اللي كليتي. دخلت معاها لواحد الغرفه، جلساتها وعطاتها شي دواء اللي غير كلاتو، جاتها الرده ومشات ترد كاع داكشي اللي كلات، حتى حسات براسها صافي الطاقه ما عندهاش وجاتها السقفه. قالت لها شويه دابا؟ قالت لها كنحس بالسخفه وراسي ثقيل عليا. قالت لها تكي شويه، من بعد غادي يفوتك الحال، انا نعاونك. قربت منها وتكاتها فوق السرير، خلاتها ترتاح وخرجت عند لؤي اللي تتسناها قدام الغرفه. لؤي شاف المريضه جايه، مشى لعندها. كي بقات شويه قالت لي الحمد لله، عطيتها شي دواء خلاها ترد كاع داكشي اللي كلات، الحمد لله دابا بخير. لكن مره اخرى اذا كلات كميه كبيره صحتها في خطر. قال لها شكرا، ما غاديش تكون مره اخرى. تبسمات ليه ومشات. هو دخل عندها لقاها ناعسه، جلس حداها وبقات يشوف فيها بتركيز وبقات فيه، حيت هي ماشي من النوع الخفيف ولا من نوع دوك البنات اللي خارجات للطريق، هي باينه بنت نقيه. وللاسف جات في طريق سحر اللي كتستغل اسم باها ودايره مصايب في الكليه. وشحال من وحده مشات ضحيه بسببها. بقى جالس حداها شي نص ساعه، عاد بدات تحل عينيها وراسها ثقيل. بقى جالس حداها شي نص ساعه، عاد بدات تحل عينيها وراسها ثقيل عليها. راسي، يا راسي، فين انا؟ قال انت في السبيطار. قال لي السبيطار وعيت على راسها وخرجت عينيها فاش تفكرت ما غادي تكون مشوشه عليها. ويلي حيا، قال لي قال في السبيطار. انا لي ماما غادي تخلي عليا، خاصني نمشي. انا غادي نوصلك حتى هنايا. قادره توقفي؟ قالت لي امني والده، راه قاده النوض، راه فاتني الدوخه. نضجري من السرير وتمشات عنده. يلا نمشيو، راه تعطلت. تبعاتي تشوف فيه حابس ضحكه. تبعها شد فيها وهي كتخنزر فيه. شفتي دابا التصاره؟ واش خاطبني شد فيا؟ قال لها بان لي السكره مازال شاده فيك. هزت عينيها فيه ومخها تيدور. عطاوني شي حاجه ياك، دوخوني ياك، كنت شاكه، لكن قلت البار ديالك مستحيل يقدروا يتفقوا مع شي نادله ويشربوني السم. قال لها النادله غنجري على امها، شي ما غاديش يتكرر، وانتي ردي بالك منهم. قالت لي ودي مازال نعاود نسالي ونوريهم. طلعت على يديها ووقف وشاف فيها. انتي ما غادي ديري والو، سمعتي؟ غادي ديها في قرايتك، ولا شنقول لك؟ غادي تقراي في داركم احسن تنحل المشكل. هي ضحكات، حيت صحيبتك ياك خايف عليها. انا راه ما كنخافش. قال لها ماشي موضوعنا هذا، الموضوع انا سحر بنت راجل مافيا شبعان الفلوس، هو عنده معارف كتار وهي كتستغل معارف باها، وتقدر دير اي حاجه باش تاديك. بعدي منها، خذي استراحه، خلينا نفكر كيف نحل الموضوع معها، وغادي نهنيك منها وما تبقايش وما نبقاش الشياطه ديالها. هزت عينيها فيه وتبسمات. واخا غادي نثيق فيك، غادي راجع في دارنا، لكن مده محدوده. قال ما غاديش تستناي بزاف، يلا اجي نوصلك، تابعني خدمه. قالت لي على انت فاش خدام؟ قال من بعد نقول لك، يلا تحركي قدامي. قالت لي واخا ما تخوتش عليا. سبقاتو وتبعها تيشوف فيها كيف غادا فقعانه. انت اللي واتاتك الفقعه اليوم، كنتي غادا تمشي في الطريق اللي تدخلوا ليها ما تيرجعوش، لكن جا الوقت نتفاهم مع سحر والكلبات ديالها. تبعها شد لها في يديها وداها حتى لدارهم، بقات حتى طمأن عليها.
انها دخلات حتى جا الكوميساريه، غير دخل جمع رجالو وشاف فيهم. سمعوني، انا بغيت الخليه اللي حاكمه الكليه، تشد اليوم قبل غدا، وتشد وهي متلبسه باش نتهنوا منهم. وقا الشاف غادي نجيب لك تقرير عليهم. ما باغيش تقرير، بغيت نعرف مع من كتعامل. انت كتسلم البضاعه وبغيت هادشي في هاد الايام، يلا بداو الخدمه وعلموني بكل المستجدات. قال لي واخا الشاف.